بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وسعادة وستر من عند ربنا، ودي أهم حاجة في الدنيا. في موضوع مهم جدا، اللي هو ناس بتقول احنا بنأكل الفطام اللي زي دي او الارانب اللي زي دي وحاسين الارانب ما بتكبرش او الارانب بتخس. من ضمن الاسباب الخطيرة اللي تخلي الارنب يخس او ما يكبرش يا جماعة هي الديدان. بتقول ايه يا عم عصام؟ ايوه، الديدان من اهم ومن اخطر الحاجات اللي تخلي الارنب يخس وما يكبرش وما يبقاش فيه عندي تحويل. طب ازاي انا هعرف ان انا عندي ديدان؟ هو انا همسك الارنب اعمل له تحليل براز؟ لا يا عم، ما تعملش تحليل براز ولا حاجة. هو حضرتك مش مربي في بطارية؟ تمام، حضرتك البطارية مش هي فيها المشمع بتاع الصرف اللي زي ده؟ هو انا طبعا منضف الصبح فالزبل مش باين، ولكن الصبح كل المكان اللي حضرتك شايفه ده بيبقى مليان زبل. انا بزق الزبل ده كله بالمقشة وبحطه في الطبق ده. انا كل اللي عايزه من حضرتك ان انت بصلي على زبل الارانب يوميا او يوم بعد يوم، وشوف هل زبل الارانب ده فيه ديدان ولا ما فيش ديدان. هفترض النهارده ان ناس كتير بتقول لقينا ديدان في الزبل. طيب ايه العلاج يا عم عصام؟ العلاج ببساطة جدا، حضرتك في اقراص اسمها بندازول عفوا، اقراص اسمها بندازول. هتحط له قرص على 2 لتر ميه وتكرره بعد 15 يوم. طب سبب ان احنا بنكرر بعد 15 يوم ليه؟ لان الديدان دي بتبقى جوه الارنب، وفي يرقات جوه بطن الارنب او بيض بيفقس بعد فترة الحضانة 15 يوم، فحضرتك بتكرر العلاج تاني بعد 15 يوم. لانك لو اديت العلاج من غير ما تكرره، الديدان اليرقات دي او البويضات دي هتفقس تاني وترجع تاني ديدان. يبقى بنكرر العلاج بعد 15 يوم. يبقى اول حاجة البندازول اقراص، قرصين على قرص واحد على لترين ميه. طب انا ما لقيتش البندازول، في يا سيدي دواء اسمه بندكس، ده شراب بشري، ده هتلاقيه في الصيدلية البشرية، اسمه بندكس او بندكس، اي حاجة من الاسمين دول. دي هتحط في بق الارنب 5 نقط لمدة 3 ايام. يبقى البندكس ده لو رحت الصيدلية البشرية هتقول له ده عشان الديدان، دون بشري، هتحط لي 5 نقط في بق الارنب لمدة 3 ايام. ما لقيتش الاتنين دول، في حاجة اسمها سطرات الببرازين، دي عند الدكتور البيطري او الصيدلية البيطرية، اسمها سطرات الببرازين، دي بيطري. هتحط 2 جرام على لتر المية، 2 جرام على لتر المية لمدة 3 ايام، وهنكرر الحكاية دي. انا سامع واحد بقى بيقول لي طب ده انا بقى في قرية ولا انا في مكان يا عم عصام، ودي بتحصل كتير وموجودة عندنا، ولا عندي صيدلية بشرية ولا عندي صيدلية بيطرية ولا اعرف حاجة عن العلاج ده. طب اعمل ايه يعني؟ اسيب الدود ياكل الارانب؟ لا يا عم الحاج، انسى كل اللي انا قلته لك ده طالما انت ما عندكش اي حاجة من دول. عارف الشيح ولا مش عارفه؟
اظن الشيح كلنا عارفينه. هتجيب 150 جرام شيح. الشيح يا جماعة اللي موجود عند العطار، هتجيب 150 جرام شيح وتغليهم لي في لتر ميه. 150 جرام شيح هتغليهم في ايه؟ في لتر ميه، وتصفيهم بشاشه، تصفيهم في اي حاجه، وتحطهم لي كده في ازازه. انا عايزك كل يوم بقى تحط لي 10 سنتي على لتر الميه. يعني حضرتك لو الجردل اللي زي ده بياخد عندك 10 لتر، يبقى هتحط 100 سنتي على 10 لتر. 10 سنتي على لتر الميه. الجردل عندك 10 لتر، هتحط 100 سنتي على الميه لمده يومين. طب لو الجردل عندك 5 لتر، يبقى 10 سنتي على اللتر، يبقى هتحط 50 سنتي على اللتر. الشيح لمده يومين هتغلي 150 جرام شيح على لتر ميه، صوت اتنبح، وتصفيهم وتحط لي 10 سنتي لكل لتر ميه. اظن كده محدش له اي حجه. اتمنى ان انا كنت فدتكم. لو فدتك فعلا يا ريت تعمل لايك، يا ريت تعمل شير، يا ريت تشير الفيديو عشان غيرك يستفيد من المعلومه اللي انا بقولها. اتمنى لكم كل خير وسعاده وحب في الله، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حب ودعوات جد عصام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.